كوباني مدينة تابعة لمحافظة حلب، تقع على بعد 30 كيلومترا شرقي نهر الفرات وحوالي 150 كيلومترا شمال شرق مدينة حلب. تتألف من 384 قرية صغيرة وعددا من النواحي مثل صرين وشيوخ. أما عدد سكانها فيتجاوز 44 ألف نسمة حسب إحصائيات عام 2004. بدأت أحداث ريف كوباني الغربي عندما أقدمت مجموعة تابعة لجبهة النصرة بالهجوم على قرية قنايا في يوم الأحد بتاريخ 4/8/2013، وبعدها احتدت المعارك ما بين وحدات حماية الشعب الكردية اليبغا وتنظيم الدولة الإسلامية أو ما يسمى بداعش. ولكن بات صعود الجماعة الإسلامية أحد أهم محركات التفاعلات الدولية والإقليمية على الشرق العربي. ونظرا للاحتجاجات والمظاهرات التي تقام من أجل دعم كوباني في الكثير من الدول الأوروبية والتي يتواجد فيها الكرد، استقطبت هذه المدينة الإعلامين العربي والدولي منذ الأسابيع القليلة الماضية، فأصبحت من أحد العناوين المهمة التي يتداولها الإعلام الدولي. فبحسب وكالة رويترز وقناة CNN بأن مسؤولون أمريكيون قالوا إن مدينة كوباني ستسقط بيد المهاجمين من عناصر داعش، ولكنهم رأوا أن ذلك لا يقلق أمريكا كثيرا لأن مهمتها في سوريا ليست حماية المدن والبلدات. أما حسب قناة فرانس 24 الفرنسية تكلمت عن المنطقة العازلة، فبحسب تلخيص دومينيك ترينكان الخبير العسكري السابق لدى الأمم المتحدة، قال أن المنطقة العازلة ستكون برية كما يمكن أن تقترن بمنطقة حظر جوي، والهدف يكون حماية السكان المحليين وكذلك لتخفيف الضغط عن تركيا التي تستقبل أكثر من 1,000,000 شخص. فهل يا ترى بعد كل هذا الاهتمام الدولي ستنجح كوباني بردع هذه التنظيمات؟ أم ماذا سيكون مصير هذه المدينة؟ من أجل راديو دنجازلال، عبد العزيز تمي.